بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده هنعمل الكرواسون او المولتو بطريقه اقتصاديه وبسيطه، من غير تعب ولا مجهود ولا تكاليف، ولا توريق بقى ولا زبده ولا اي حاجه. هنعملها كده بسيطه. ومعانا كوبايه لبن، واللي هنقول بسم الله الاول. واللي ما عندوش لبن يعني او مش عايز يعملها بلبن، عادي بميه خالص من الحنفيه، بس تكون ميه دافيه عشان احنا ابتدى الشتاء يدخل. وهنحط سكر، دول 3 معالق سكر. اللي عايزه تقلل السكر براحتها. ودي باكت خميره او كيس خميره او معلقه خميره. تمام، بس كده. هنقلب بقى السكر مع الخميره كده مع اللبن. اللبن دافي بدمعه العين، يعني مش سخن عشان الخميره ما تبص. دافي فقط لا غير. ولو احنا في الحر، يعني لو الفيديو ده حد شايفه في الحر كده او في الصيف، يعملها بميه من الحنفيه عادي. تمام. هنحط بقى احنا معانا دي سمنه على زيت. هنحط مقدار ربع كوبايه بس، يعني بصوا دي زبده، قصدي سمنه على زيت. يعني 3 معالق كده كفايه، او تعايروهم ربع كوبايه كده. حطينا السمنه والخميره والسكر واللبن. اللي عايز يحط زي ما قلت له ميه يعملها بميه عادي. ده باكو فانيليا. تمام، بس كده. كده احنا معانا ميه تاني اهي، علشان لو العجينه هتحتاج، وهي هتحتاج طبعا. انا عامله نص كيلو دقيق بس. هنجيب الدقيق، هحط عليه ذره ملح، وهنحط معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره طبعا، دي معلقه كبيره. هنقلب بقى المواد الجافه مع بعض. دي يا جماعه بنروح نشتري المولتو او الكرواسون من الفرن، بقت بمبلغ دلوقتي. الحاجه غليت جدا، فاحنا هنعمل المعجنات في البيت، ونعمل البقسماط، ونعمل الفينو، واعمل لكم كل حاجه في البيت. وانا عامله نص كيلو دقيق. هنشوف دلوقتي هيملوا البيت قد ايه. هنحط بقى الدقيق. اللي عايزه تعمل كيلو دقيق تضاعف الكميه، يعني تحط كوبايتين لبن او كوبايتين ميه. وطبعا هنحتاج تاني، هنحط، مش هنحتاج حسب الدقيق بتاعكم ما بيشرب الميه او يشرب اللبن قد ايه. في دقيق ما بياخدش ميه كتير او سوائل كتير، وفي دقيق بيحتاج سوائل. انا عارفه ان هو هيحتاج تاني مني، عشان كده محضره الميه معايا. واللي عايز بقى يحشي الكرواسون حاجه بيحشيها، عايز يعمله ساده يعمله حلو جميل، تديه لولادك في المدرسه في اللانش بوكس. ممكن تحشيه لهم جبنه، ممكن تحشيه لهم شوكولاته، ممكن تحشيه مربى. احشي الحشوه اللي انت عايزاها. بصوا احنا بقى هنتخلص من دي، عشان كده ما بيديهاش. العجن بالايد احسن حاجه، وكمان بتحسي بملمس العجينه. كده هنحتاج ميه تاني. انا معايا كوبايه الا ربع كده، وهنشوف لو احتاجنا تاني هقول لكم، ما احتاجناش هقول لكم برده. العجينه دي النص كيلو دقيق اخد سوائل قد ايه. انا بجيب دقيق اسمه الكوثر، في كيس ورق كده حلو. الكوثر ده مجرباه في المعجنات، حلو جدا، وفي المخبوزات، وبعمل بيه كيكه برده جميل. هو لجميع الاغراض يعني.
العجينه دي بقى تتعجن كويس، اعجنوا كده يعني على قد ما ربنا يديكوا، ربع ساعه 10 دقايق. كل ما بتعجني في العجينه بتبقى حلوه وملمسها طري، والمخبوزات او المعجنات ما بتبقاش مكبوسه معاكي وبتبقى هشه وطريه. نفضل نعجن بقى كويس وندي ميه لغايه لما ايه، احنا عايزينها عجينه طريه حلوه بس ما بتلزقش. او انت ممكن تسيبيها كده شويه وترجعي لها تاني، يعني ممكن تسيبيها 5 دقايق تغطيها وبعدين ترجعي لها تاني، هتلاقيها اتعجنت معاكي كويس قوي. انا عجنت فيها شويه، هسيبها تستريح شويه وهعجن فيها تاني، هغطيها واسيبها شويه وبعدين ارجع لها تاني. يعني معلش الغطا بعافيه. سيبناها شويه طبعا وقعدنا نعجن فيها. انا بصراحه عجنت فيها قبل ما اشغل الكاميرا، قعدت يعني بقالي 10 دقايق او اكتر بعجن فيها لغايه بصوا ما ملمسها. بصوا العجينه بصراحه عجينه طريه وما بتلزقش في الايد اهي. تفضلي تعجني بقى ما تكسليش يعني وما تقوليش ايدي هتوجعني. سيبيها شويه وارجعي لها تاني، سيبيها شويه وارجعي لها تاني، هتلاقيها بصوا العجينه جميله وليها مطه كده. كده اتعجنت كويس اهي. هنسيبها بقى تخمر. مش هنسيبها تخمر خمر كامل، احنا هنسيبها نص ساعة كده ونرجع لها تاني ونفرد بقى ونكمل خمرها بعد ما الخمر الكامل يعني لما تتشكل وندخلها الفرن. تمام، هسيبكم بقى لغاية لما تخمر ونرجع تاني. العجينة سيبناها ربع ساعة بس فقط لا غير، عشان احنا لسه هنخمرها تاني. بقت يا دوبك ايه يعني هتروح تخمر كده. تمام، احنا مش عايزينها تخمر تماما تمام اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقسمها نصين كده. دي هنسيبها بس هنغطيها علشان ما تنشفش. اهي حطيناها هنا وغطيناها كده. ودي هنفردها، دي بقى هنشتغل فيها. ممكن نسيبها دقيقة واحدة دقيقتين كده ترتاح وبعدين نفردها. هنمسح بقى هنا مسحة زيت خفيفة قوي. خفيفة قوي، مش عايزين نحط زيت احنا بس عشان ما تلزقش معانا في المفرش ده بس. هنفردها بقى دايرة. ثانية واحدة في حاجة بس. هنفردها بنشابة عندنا او بالشوبك ده ولا معرفش اسمه ايه ده اصلا، انا معرفش ده اسمه ايه بس انا مسمياه نشابة برضو او فرادة، يعني اي حاجة بنفرد بيها العجينة بتاعتي. عندي من زمان قوي وعايزة اغيرها يا جماعة والله، بس هي شغالة كويس بس منظرها بقى مش عاجبني يعني. بس هي نضيفة يعني، بس هي من منظر الخشب من زمان فشكله غير كده. هنفردها بقى مع بعض
فردناها دايره اهي، يا رب تكون واضحه على قد ما تقدروا يعني يا جماعه، بس هي دايره حلوه اهي. تمام. هنقطعها بقى علشان نعملها مولتو. هنعملها ازاي؟ هنعملها كده، اللي معاه قطعه بيتزا بقى هتبقى اسهل بكتير يا جماعه، بس انا والله كانت عندي بس ما اعرفش راحت فين، شكلي رميتها اتكسرت حاجه ما اعرفش. تمام. هنقطعها نصين، وبعد كده النص هنقطعه نصين. انا مش عارفه يعني ايه، مش بالظبط بس ايه. خلاص كده. هنيجي بقى على الربع، هيتقطع كده. هنقطع الربع مثلا، كل ربع هيتقطع 3. قطعت البيتزا بقى اسهل في المواضيع دي. ماشي. هنقطع دي كمان كده. شايفين التانية برضو هنقطعها نفس التقطيعة كده. في تقطيعة تانية هنعملها مستطيل، بس هنقيس بقى بمسطرة وشغلانة يعني، انما دي اسهل خالص. وقطعت البيتزا بقى هتجري معاكم طبعا، هتعمل احنا المهم ان احنا عايزينها مثلثات كده. تمام. اللي عايز بقى يحشيها، بصوا في ناس بتعملها كده. قطعي بقى ايه كده، فتحيها كده كده. بس. تمام. هنعمل بقى مع بعض دلوقتي. احنا معانا بقى الصينيه اللي هنعمل فيها. انا بحب اسوي في الالومنيا، ممكن نمسحها بمسحه زيت خفيفه. مسحه خفيفه قوي عشان بس نتجنب ان هي تلزق. بس مسحه خفيفه جدا جدا. تمام. خلاص كده. نشوف بقى هنعمل مع بعض ايه. اللي عايز يعملها ساده هيرولها ساده، واللي عايز يعمل بشوكولاته، انا عندي شوكولاته هنا متكسره كده اهي. اللي عايز يحط شوكولاته كده واضحه اهي. هنقفل عليها بقى كده ونشد، واحنا بنقفل نشد، واحنا بنقفل نرولها كده، نشد الحرف، نشد الحرف اهو 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 اهو. شايفين؟ شايفين المولتو؟ مولتو او كرواسون اللي انتوا عايزين تسموه. وهنحط القفله دي من تحت كده. تمام. من تحت من تحت كده عشان ما تتفتحش. تمام. هنعمل كله كده. نحط حته شوكولاته، اي شوكولاته عندكم، او اي مربى، اي جبنه، اي حاجه. اهي شايفين اهي. والقفله دي هتبقى محطوطه تحت كده. انا عايزه بس اوضح لكم اهي. سيبوا مسافه شويه عشان لسه هتخمر ولسه هتكبر اهي. شايفين اهي. هنقلبها بقى كده ونحطها. انا عايزه بس اوضح لكم الرصه اهي.
اللي مش عايز يحشيها يعملها ساده. وفي ناس بتعملها وبتحشيها بعد ما بتستوي اهي، شايفين؟ لسه هتتخن هتكبر وتتنفخ طبعا واحنا بنسويها. اهي شايفين جماله؟ حلو قوي ان شاء الله. هتبقى عجينه ناجحه وهنخلص بقى كل الكميه. واللي عايز يعملها، بقول تاني، اللي عايز يعملها ساده يعملها، اللي عايز يحشيها جبن، يحشيها مربى، يحشيها اي حاجه، يحشيها جبنه بزيتون، خدها السندوتشات اكنها سندوتش بس ايه، مولتو كده او كرواسون. نروح نشتري الواحده بقد ايه، واللي عايز بقى يعمل ميني مولتو بيبقى صغير، يصغر طبعا الدايره ويقطعها تبقى صغيره. يلا هعمل مع بعض كله واوريكم. عايزه اوريكم واحده ساده علشان اوريها لكم بعد ما تستوي الساده اهي. تشدوا كده، تشدوا كده اهي، دي ساده من غير اي حاجه. بعد ما تستوي ان شاء الله اعرفها، انا هميزها احطها في النص علشان اعرفها. بصوا اهي، حتى هتبقى مش منفوخه زيهم لان هم تخان من الشوكولاته اللي جوه. هنشوف بقى وهنكمل كل الكميه ونرجع مع بعض. دي تاني واحده. عملنا اول دايره، نص كيلو دقيق يا جماعه هيعمل لنا كميه كبيره. هنفرد بقى الدايره التانيه، نص التين اللي باقي. عمال ما عملت ده كان دي قربت تخمر يا جماعه، والله الجو برضو لسه ما شتاش قوي. فالعجينه بتخمر بسرعه. هقول لكم بقى على طريقه تانية برضو، دي اقتصاديه خالص من غير اي حاجه، بحبه زيت لو عايزه معلقه سمنه ومعلقه زيت، واقتصاديه. دي بقى هعملها لكم، ندهن زبده عليها وعشان نشوفها دي احلى ولا دي، وهقول لكم برضو الطريقه دي ولا دي الطريقه دي احسن. قطعنا كل العجينه اهي، فردناها زي التانية بالظبط وقطعناها. بصوا بقى المختلف في كده ان انا همسح مسحه زبده، دي زبده كده بس ما نوصلش للاخر عشان لما نلزق العجينه تلزق، يعني ما توصليش للحته الاخيره دي عشان اما تيجي تقفلي العجينه ما تعملش عازل يعني. هندهن بقى كله كده بالزبده. لو عايزين انا هقول لكم الفرق، يعني لو التانية دي احلى هقول لكم اعملوا كمان دهنه يا جماعه بالزبده، او بسمنه عادي او بزيت اي حاجه، ماده دهنيه وخلاص. بس انا الزبده طبعا بتعزز طعم العجينه وبتخليها طعمها حلو. بس هقول لكم ايه الفرق ايه. لو ما فيش فرق خلاص مش هنعمل حاجه، مش هنعمل الخطوه دي، وهنعمل التانية زي ما قفلناها كده من غير حاجه. هنكتفي بالسمنه والزيت اللي احنا حطيناهم في العجينه وخلاص. انما لو طلعت احلى هقول لكم بامانه، يعني في مصداقيه يا جماعه، انا بحب المصداقيه في التصوير والحاجات دي. وكمان مش هنفتحها كده، يعني انا هسيبها كده مقفوله. وبرده هقول لكم مفيش فرق او في فرق. هعمل لكم يعني طريقتين، واللي انت حابه تعمليها اعمليها، واللي انا شايفاه احلى هقول لكم دي يا جماعه دي احلى، اعملوا الخطوه الطريقه دي تمام. بس انا دهنتها كلها زبده اهي. هنقفلها بقى، او عايزين برضو تقفلوها ساده اقفلوها. عايزين، انا حابه بقى ايه، ولادي بيحبوها شوكولاته فانا هحبها هعملها بالشوكولاته. تمام اهي. واحنا بنشد العجينه اهي، شايفين اهي،
دي بقى بالزبده، هنعلمها برضو وهنشوف. هقول لكم دي بتم الزبده ودي من غير زبده. تمام ان شاء الله هنبقى عارفينها، وانا هعلمها وانا بسويها هعرفها يعني، او احط حاجه هبقى اعرفها يعني ان شاء الله. بس كده هنعمل كله كده بنفس الطريقه اهو، شايفين اهو. بقى مولتو ولا مش مولتو او كروسون اللي انتوا حابين تسموها، هي نفس الفكره ونفس نفس الطعم يعني. وفي ناس بتعمله بتقليه في الزيت، بس بتعمله بقى ايه مولتو. تمام انا كده ما فتحتش العجينه برضو، حبيت اوريكم الطريقتين. لو ما فيش فرق ولا نتعب نفسنا نفتح العجينه ولا ندهن زبده ولا اي حاجه. تمام اهي هنعمل كله بقى بالطريقه دي وهوريه لكم لما يخلص. خلصنا كل الكميه. انا اللي عوجتهم دول اللي معمولين بزبده، عشان ايه اعرف برضو ده من ده. هسيبها تخمر بقى نص ساعه او ساعه الا ربع كده، لما تخمر يعني تبقى كويسه. وهنولع الفرن مسبقا ونحطه على 180 درجه بس هندهنها قبل ما بعد ما تخمر طبعا هندهنها حاجه وبصفار بيضه وحبه لبن وندخلها الفرن. اما تخمر هوريكم برضو وانا بدهنها، خليكم معايا. حطيناها تخمر شويه اهي. بعد ما خمرت هنعمل ايه؟ هنجيب صفار بيضه، هنجيب صفار بيضه وعليه حبه لبن صغيره كده، علشان ندهن وش الكرواسون. صفار البيض لما نحط عليه اللبن ما بيبقاش زفر. تمام هندهن بقى الوش بالراحه واحنا بندهن عشان ما نهبطش الخمر بتاعه. جميل ان انت تعملي الحاجه في البيت وتطلع حلوه وناجحه، هتفرحي بيها وولادك هيفرحوا طبعا. وتملي البيت خير. ونص كيلو دقيق اللي انتوا شايفينه ده كله نص كيلو دقيق. انا وزنته بالميزان، يعني انا بجيب الكيلو، بجيب الكياس اللي هي كيلو يعني، وعندي ميزان وبوزن. او انتي عايريه اقسمي الكيلو مثلا، كيلو بيبقى مثلا 6 كوبايات ولا 4 كوبايات ولا ان كان، يعني انا ما عايرتوش بالكوبايه. هنقسمه على 2 وهيبقى كده نص كيلو. والمقادير يعني مش بالجرام ولا حاجه، انت ممكن تعملي حبه دقيق اللي انت عايزه اللي عندك تعملي بيهم. هنحطها طبعا في الفرن على درجه حراره 180 او 200، وهتقعد في الفرن ربع ساعه مش اكتر من كده. بعد ما تخرج هنبخها بميه، لو عندكم بخاخه يعني، ما عندكوش غطوها شويه وبس عشان تفضل طريه يعني. ويا رب اكون بعمل حاجات تفيدكم وتجربوها، وتقولوا لي برضو رايكم ايه. اللي يعمل حاجه انا عملتها يعني في الفيديو وعجبته يقول انا جربتها، والعيوب والمميزات ايه. انا بوصل لكم كل الفكره وبقول لكم برضو على يعني لو طلعت مش ناجحه هوريكم، ولو طلعت ناجحه برضو هنشوفها مع بعض. عايزه اوصل لكم بس الفكره بمصداقيه، يعني مش عايزه اعمل حاجه انا بعمل كل حاجه قدام الكاميرا ما عدا الفرن بس هي اللي بحطها طبعا في الفرن، بوريها لكم بعد ما بتخرج على طول. وبتقعد في الفرن قد ايه هقول لكم برضو. هي دي هتقعد ربع ساعه
بس برضو لو قعدت زياده او اقل هقول لكم. انا الفرن عندي فيه مروحه، فما بشغلش شوايه ولا حاجه. انتوا بقى ايه لو اللي ما عندكوش مروحه في الفرن يعني، واستوت من تحت وتحسوا ان هي استوت وخلاص ناقص وشها بس يحمر، هتروحوا طافيين من تحت ومشغلين الشوايه. احنا هنحطها على الشبكه اللي في النص على درجه الحراره عاليه مش واطيه، يعني 180 200. اللي مش عايز يدهن صفار بيض بيدهنها، نجيب حبة مية صغيرين ونحط معلقة سكر وندهن وشها. احنا بس عايزين وشها يبقى احمر ويبقى شكله حلو. عارفين زي ما قلت لكم قبل كده، العين بتاكل قبل البق. وما تنسوش يا جماعه الاستغفار والصلاه على النبي وانتوا بتعملوا حاجه. اللي عايز حاجه هي امنيه يحققها ولا حاجه يستغفر كتير، بتزود الرزق. والصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طول ما انت بتعملي الاكل تصلي على النبي وتسمي الله، اكلنا يبقى فيه بركه وبيتنا يبقى مليان بركه وخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه وقولوا بسم الله كده، ويا رب يطلع حلو. واوريه لكم بعد ما يخرج. دهنا كل وشه، هندخله بقى دلوقتي الفرن وهوريه لكم بعد ما يخرج باذن الله. يلا كل ده نص كيلو دقيق، هوريه لكم برده بعد ما يستوي هيبقى قد ايه. استنوني. ورجعنا بقى بعد ما الكرواسون طلع من الفرن اهو. احنا قطعنا واحده بس هو كان سخن، بخيته بالميه وغطيته شويه. اي معجنات يا جماعه تطلعوها من الفرن اهي. بصوا شايفين الشوكولاته؟ اللي عايز بقى يحشي شوكولاته. انا عايزه اقطع لكم واحده تاني عشان اقول لكم دي اللي كانت بزبده اهي. استنوا بس عشان ايه هي سخنه مش قادره امسكها. دي اللي احنا قلنا عملنا الرقات بالزبده، تمام؟ عايزين نشوفها احلى ولا التانية احلى ولا هما الاتنين مفيش فرق. بصوا الرقات، بصوا جميله. فاطمه واقفه عايزه تدوق يا جماعه، اتفضلي. فانا اديتها اللي انا قطعتها عشان اكمل بقيه التصوير. بصوا التانية دي برضو اللي من غير زبده، يعني مفيش فرق بين الاتنين. دي ورقت والتانية برضو ورقت. فلو من غير، لو ما عندكوش زبده ولا عندكوش ماده دهنيه اعملوها من غير اي حاجه. وايه رايكم بقى؟ المولتو بتاعي والكرواسون بصوا شكله بصراحه ابهرني. بصوا حتى التسويه جميله، انا مولعتش الشوايه ولا اي حاجه، واهو تسويه جميله واللون تحفه اهو. شايفين من تحت ومن فوق؟ اخد ربع ساعه بالظبط في الفرن زي ما انا قلت لكم. يعني هتحطيه بس ما تسيش عليه ربع ساعه وهتلاقي الوش احمر وهو استوى. بصوا شايفين طريه ازاي؟ جميله. عايزين تحفظوا بقى الحاجات ديت، تتنها طريه كده والوش محرمش كده جميل. تروح حاطينها في كيس وهي سخنه كده وحطوها في الفريزر. اول ما تعوزوها الصبح او الولاد راحه في المدرسه تروحوا مطلعينها وتحطوها في الميكروويف، او هي من غير ما الميكروويف هتطرى وهتبقى حلوه. ايه رايك يا فاطمه؟ تحفه. ايوه فاطمه بتقول لكم تحفه يا جماعه، هي اللي ضاقت بقى. خدي التانية، انا عارفه ان انتي مستنيه التصوير يخلص يا جماعه عشان تقوم بالصينيه. وده نص كيلو دقيق والله عمل الكميه دي كلها. انا دلوقتي هحطه في سيرفيس وهوريه لكم لما يترص هيبقى شكله ايه. واللي احنا عملناه بزبده ده زي اللي ما عملناهوش بزبده. انا قطعت 2 دي ودي، واشوفكم في فيديو جديد. استنوني برضو هرص الكرواسون في حاجه واوريكم كل الكميه بتاعت النص كيلو قد ايه وغير اللي فاطمه اكلته. اهي الكميه كلها. بصوا الطبق ده كبير على فكره، بصوا دي قد ايه اهي. وده الكرواسون، يا رب تجربوه ويعجبكم. حلو حلو حلو. انا عايزه اوريكم الفاضيه
دي اللي من غير حاجه خالص، انا كنت معلماها وحطاها في النص. بصوا اهي، حتى لو ما عندكوش اي حاجه هتعملوه ساده. بصوا الرقات، بصوا الرقات ملفوفه، والرقات اهي اهي حلوه وجميله وزي العسل. برضو الحشوه دي زي ما انتوا عايزين تعملوها ساده اعملوها، عايزين تحشوها حشوها براحتكم. بس كل الكميه دي كانت نص كيلو دقيق غير اللي فاطمه اكلته. ويلا اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش الصلاه على النبي وتسموا الله واذكروا ربنا وانتوا بتعملوا الاكل، يبقى فيه بركه وكتير. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.